جماعه اي حد يشوفني انا ام سنجل، انا مش ام، انا انسه لسه. مش معايا اي حد بيصوت يقول لي يا ماما يا ماما ضربني يا ماما الحقيني، هو الكلام ده كله الحمد لله. بصوا عايزه استجم وانسى بقى الموضوع ده خالص. معايا ساعه تقريبا، ساعه. مش عايزه اقول لكم على الهدوء والجمال. استغل الموضوع ده، استغل. حتى لو ربنا يحفظ الولاد كلهم لازم كده كل اسبوع ساعه لوحدكم. لو مش هينفع اسبوع بينفع طبعا ساعه حلوه كل فتره كده، يوم كام ساعه. لازم واحد يستغل ان شاء الله 10 دقايق كده بتفرق. واحد يشرب حاجه سخنه لوحده، حاجه ساقعه لوحده، ما يعملش حاجه، يبص في السقف كده يحمد ربنا ان هو عايش. عايش بهدوء. انا كنت قعدت خطه ان يومين او 3 هسيب الولاد مع دانيال وانزل لوحدي تماما واعيش حياتي لوحدي، او هو في البيت وانا في الشارع لوحدي، في البيت لوحدي. ان شاء الله هعملها. بس النهارده اتفقنا ان احنا هنسافر، بس حلو برضه. فكنت بقول لكم كده بيبان شكلنا اطول من كده. المهم، فكنت بقول لكم الواحد لازم يقعد فتره لوحده، دقايق، ساعات، يا سلام بقى لو ايام. فان شاء الله ناويه على ايام دي، بس زي ما قلت لكم الخطه فشلت لحد ما عشان موضوع السفريه. بس السفريه حلوه برضه، قولوا يا رب يا رب. وهي والله نفس الفكره في الجوز وفي الزوجه، كله نبعد عن بعض كده فتره، نسافر، حد فينا يسافر ان شاء الله، هو بس اللي يسافر كده. الدنيا تبقى مختلفه، الروتين يتكسر كده والدنيا تبقى حلوه. ولما نرجع لبعض تاني، حتى لو الولاد بصوا شايفين بيجروا عليا ازاي، بعدها ب5 دقايق، دقيقه الصويت بدأ تاني عادي خالص، واليوم كله بقى ايه زي الفل.